صناعة الزجاج. برع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت فيها ورش لصناعة الزجاج هي منطقة تل العمارنة. التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 إلى 70 يوما. صناعة الفخار. تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها إلى سنة 6000 قبل الميلاد. يعجن الطين بالماء ويخلط ببقايا الأواني الفخارية المصفوفة أو القش المبشور، مما يساعد على جفاف الأواني المصنعة ويجعلها مستوية وبدون صفوف. والآن إلى بعض المظاهر المصرية الساحرة. نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل الحائط الحجري. وأول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح، ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار، مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البردي. نحت التماثيل. كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بضغط خواتير أو أوتاد خشبية في ثقوب يتم صهبها في الصخرة، ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما تتمدد الأوتاد بفعل الماء فإن قطعة الصخر تنفصل. فازات الألاباستر. كانت الفازات تصنع من أنواع مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألاباستر، وهو حجر ناعم يمكن تشكيله إلى أشكال جميلة. وكانت فازات الألاباستر تستعمل كمصابيح أو لتخزين العطور والزيوت الغالية. ورشة النجار. كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر كتلة